تراهنّي اللي أضربه على قفاه للمرّة التانية وهو مش واخد باله، اكتبوا لي في الكومنتات مين اللي مش هياخد باله. أهلًا وسهلًا بيكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز 2-0 على نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري. ألف مبروك النادي الأهلي السوبر رقم 5 على التوالي والسوبر رقم 16 في تاريخه. تاريخ الأهلي بيكتبه كل يوم. الأهلي صاحب الأرقام القياسية، الأهلي صاحب البطولات. لما نيجي نشوف النهارده الأهلي عمل إيه مع الزمالك. الأهلي في السوبر المصري غير الدوري المصري. الأهلي يا جماعة دايما، والأهلي عودنا دايما في البطولات الكبيرة وأي بطولة الأهلي بيخشها هو ما عندوش غير دافع واحد، هو الفوز والحصول على البطولة. الأهلي قفل صفحة الدوري المصري وفتح دورة السوبر المصري. المباراة التانية على التوالي في السوبر والنهائية، والأهلي مية مية. الأهلي بينسى كل حاجة لما بيحط إيده ورجله وعينه في الملعب عشان البطولة. الأهلي غير أي نادي لما بيشم ريحة الكاس أو الميدالية الذهبية يا جماعة. الأهلي دخل المباراة وضاغط على نادي الزمالك من أول دقيقة في الشوط الأول لغاية الدقيقة 45. تتخيل يا مسلم اللي نادي الزمالك طوال 45 دقيقة ما عرفش يعمل هجمة منظمة. الهجمة اللي نادي الزمالك راحها هجمة مش منظمة وهو خطأ من دفاع النادي الأهلي. الزمالك ما لعبش تمرينتين ثلاثة في الشوط الأول على بعض. الأهلي ضاغط على فريق الزمالك من أول دقيقة للدقيقة 45. الأهلي كان مركز جدا 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 طوال الشوط الأول. لاعيبة الأهلي كانت حافظة كل الكلام اللي ترب قاله. لاعيبة الأهلي نفذت الخطة زي ما المدرب عملها بالظبط. كل واحد التزم بدوره، كل واحد قام بمهمته. في الدقيقة 41 ونتيجة الضغط الكامل على نادي الزمالك، زيزو بعرضية ولا أجمل، بن شرقي بتثبيته على صدره ولا أجمل، وهو بيثبت الكورة ثبتني وثبت عواد وثبت كل الجمهور اللي في استاد وثبت المصريين وثبت الاماراتيين وجاب الكرة جول. جول ولا اجمل ولا اروع من كده والله العظيم. جون فيه تثبيته، يعني هنقول ايه، ثبت الدنيا كلها وحط الكرة جول. آه بعد كده انتهى الشوط الاول طبعا باستحواذ كامل من النادي الاهلي. الزمالك نزل الشوط الثاني وهو مندفع هجوميا. الاهلي حاول على قد ما يقدر يمتص ضغط الزمالك، ولكن الزمالك كان شرس هجوميا. يا الكل يا ما فيش طبعا. الزمالك ما كانش عنده حاجه يبكي عليها. آه، الاهلي اخطا في شيء وحيد، اللي هو ارتكب اخطاء كتير على الجانبين ال 18 بتاعته، ودي الحاجه الوحيده اللي كانت بتعمل خطوره على النادي الاهلي. انا شايف ان الاهلي ما جاش عليه اي ضغط ولا اي خطوره، باستثناء الكوره اللي جت جون في محمد الشناوي واتلغى. وطبعا ده خطا كبير من محمد الشناوي في طلوعه بدون تقدير مظبوط للكوره. ولكن طبعا الحكم لغى الجون بداعي لمسه اليد من الجزيره. وتقريبا دي احداث الشوط الاول والشوط الثاني. ولكن طبعا انا نسيت يا جماعه، والله من الفرحه انا نسيت. آه من انقضاض لطاهر محمد طاهر، ولا اجمل ولا اروع يعرضها تلاقي مروان اللي يحطها في الارض، اللي عواد جاي من ناحيه اليمين لناحيه الشمال ما يلحقش غير يخبطها بايده في سقف الجون. جول لطاهر ومروان ولا اجمل ولا اروع من كده، لتنتهي نتيجه السوبر المصري 2 لا شيء للنادي الاهلي. خلينا بقى كده يا جماعه ناخد شيء مهم جدا، وده اساس القناه بتاعتنا واساس تحليلنا المبني على العوامل والاسباب النفسيه. خلينا ناخد نموذج من مباراه النهارده وهو احمد سيد زيزو.
أحمد زايد زيزو طبعًا كلكم عارفينه، غني عن التعريف. أحمد كان بيلعب في الزمالك والسنة دي لعب في النادي الأهلي. أنا عاوزكم تسترجعوا اللي أحمد زيزو عمله الماتش ده. أحمد كان هادي جدًا، جدًا، جدًا. أحمد كان من أفضل اللاعيبة في المباراة. أحمد كان عنده ثبات انفعالي رهيب، بالرغم اللي جمهور الزمالك كان استفزه كتير جدًا قبل بدء المباراة، إلا إن زيزو كان عنده ثبات انفعالي رهيب. ما حطش في دماغه جمهور الزمالك، حط في دماغه ماتش الأهلي والزمالك، حط في دماغه إزاي هيلعب الماتش ده، إزاي الأهلي هيفوز الماتش ده. وبالتالي زيزو استثمر هدوءه وثباته الانفعالي في العرضية اللي عملها في الشوط الأول، واللي كانت لها عامل السحر في الفوز بنتيجة المباراة. عرفتوا يا جماعة اللي احنا بنقوله النفسية بتأثر ازاي على كرة القدم. لك ان تتخيل اللي زيزو ده كان اوت اوف اوردر، ما كانش مركز، كان خارج تركيزه. كان عمل المستوى اللي ادى بيه في ماتش النهارده طبعا استحالة. كان عمل عرضية بالجمال والروعة دي لبن شرقي اللي جابها جون، طبعا استحالة. قناتنا معمولة عشان العوامل ديت، وعشان نقول للاعيبة بتاعتنا وجهازنا الفني وأجهزتنا الفنية: يا جماعة العوامل النفسية لها تأثير مهم جدا، واستثمروه عشان نتيجة الماتشات وتحصلوا بيها بطولات. زي ما عودتكم كل فقرة، اللي احنا بنقيم أداء اللاعبين بعد كل ماتش. محمد الشناوي 6، ياسين مرعي 6، ياسر 7، مروان عطية 9، وطبعا ده العريس. ديانج 9، زيزو 8، بن شرقي 8، جريديشار 5، تريزيجيه 6، هاني 7، كوكا 5، بن رمضان 4، بيكم 5. شكرا لكم، وإلى اللقاء ودمتم في رعاية الله وأمنه.